2020 كان جرام الذهب ب 820 جنيه. يعني كانت الغويشه ال 10 11 12 جرام ب 9800. النهارده في 2024 واحنا لسه في بدايتها في شهر واحد وشهر اتنين، جرام الذهب ب 3820. يعني الغويشه ال 12 جرام حاجه كده 44800 وكلام من ده. يعني انت بتتكلم في رقم، يعني انت بتتكلم في حاجه ما كانش اي حد يتخيلها. يعني احنا لو كنا قلنا لبعض الكلام ده سنه 2020 او 2021 ما كانش حد يصدقك، بس ده اللي حصل. وعلى فكره التاجر مضرور اكتر من اللي بيشتري، لانك ببساطه ممكن لما الحاجه تبقى غاليه وما انتش عايزها ما تشتريهاش. اما التاجر مش هيقفل بابه، هو خلاص بيبيع الحاجه، ياخد فلوسها في ايده، يجي يشتريها تاني يلاقيها بسعر ازيد من اللي باع بيه، ومضطر ان هو يجيب. بس مضطر بقى تحت ضغط حاجتين، يا اما يجيب اقل من اللي كان عنده، يا اما يدفع من جيبه عشان يجيب زي اللي كان عنده. فالتاجر مضروب، واحنا كلنا ربنا يتولانا. والناس اللي بتشتري يعني بقت دلوقتي بتحجم اولوياتها. انا بشوف ده بعيني، اللي كان بيشتري من الحاجه 3 و4 بقى بيشتري 2. هو مش بمزاجه، هو خلاص ما هو ما عادش فيها الا كده. طيب انا النهارده لما نزلت طقم العشاء ده كنت قاصده بيه حاجه، انك انت اول حاجه وانت رايح تشتري، احنا دلوقتي في الادوات المنزليه وفي المفروشات ده لا اكل ولا شرب ولا دواء، يعني مش حاجه ضروريه. يعني اللي مش هيجي منها، يعني في حاجه لو انت استغنيت عنها الدنيا هتمشي. فالوقت وانت رايح تشتري تحدد اولوياتك، تحدد اولوياتك بمعنى الاهم فالمهم. والحاجه اللي انا هشتريها وهدفع فيها فلوس يبقى استفيد بكل حاجه فيها، بكل حته فيها. عشان كده انا نزلت الطقم ده النهارده، طقم العشاء 33 قطعه ده انا مش منزلاه على انه طقم عشاء. طقم عشاء 33 قطعه ب 3350، احنا بنبيع فيه من اي مكان ب 1000 وشويه. لما سعره يوصل 3350 يبقى لا بقى نعمله طقم صيني، نعمله طقم صيني. ننزله عشان اللون الابيض بتاعه، اللون الابيض بتاعه ده انت ممكن تستفيد منه ان هو يتحط في النيش بديل لطقم الصيني. طب تكوينه حلو جدا. التلاتة سيرفيس 18 طبق مقاسات مختلفة، الست بولات، الست مجات. المجات لوحدها هتستعملها على الرخامة وتبقى هو بديل لطقم المجات اللي انت بتشتريه لوحده. فانت كده عرفت تشتري صح، استفدت بالفلوس بتاعتك على اكمل وجه. كل جنيه دفعته استفدت بيه. هو ده اللي المفروض تعمله وانت بتشتري في الايام اللي احنا فيها دي. تشوف انت هتشتري ايه، هتستفاد منه ايه، الفلوس اللي انت بتدفعها نستفيد بكل حاجة فيها ولا لا. لو اتحقق الثلاث حاجات دول اشتري، ما تحققش الثلاث حاجات دول وجايبه عشان فلانه جابت او علانه جابت او عشان الناس بتقول، ما تشتريش. تمام. طقم المعالق ده انا برضو جايباه في الفيديو دلوقتي، الفيديو عشان اللي مستثقل سعر الشنطه الكبيره، الشنطه الكبيره بتاعت المعالق يقوم شاري الستاند بتاع المعالق بتاع العزومات. ده ستاند 24 قطعه احنا حاطين، هات كده ثواني هنا اهو. ده اللي هي المعلقه، والمعلقه طبعا استانلس جولد فليزر الوان اسود ومختومه. ده انا جايباها برضو في الفيديو دلوقتي عشان اللي مستثقل الشنطه يجيب الستاند. وكده كده انت بتجيب المعالق الفردي، يبقى انت كده استفدت بفلوسك، جبت الحاجه الشيك، الحاجه الراقيه بتشرفك، وفي نفس الوقت سعرها هيبقى ايه ارحم من شنطه المعالق الكبيره. طيب جايبه طقم الكاسات ده ليه في الفيديو دلوقتي؟ جايبه طقم الكاسات ده في الفيديو عشان في بنوته سالتني بتقول لي انا بشوف الاستيكر بتاع كلمه بوهيمي على كاسات، هو ايه البوهيمي الاصلي؟ انا عايزه اقول لكم حاجه وتراجعوا المعلومه دي في كل مكان. مفيش شركه اسمها بوهيمي، مفيش شركه في الدنيا اسمها بوهيمي. امال بوهيمي يعني ايه؟ بوهيمي يعني كاسه مميزه والديكاله مميزه. ممكن تلاقي واحد زي ده ب 400 جنيه. طب ده ليه سعره؟ معرفش هو سعره كام، 800 900 1000 ايا ما يكون سعره، عشان الديكاله بتاعته مطلي بميه الذهب والسيلفر اللي هو اهو، اللي ما يطلعش مهما عملت فيه ما يطلعش. تمام. فده يبقى استعمال ويبقى زينه. فكلمه بوهيمي يعني ايه؟ يعني كاسه مميزه كازاز وكديكاله. تمام. الايام اللي احنا فيها دي ليس لها من دون الله كاشفه. حدد اولوياتك، استفيد بكل جنيه بتدفعه، فكر 100,000 مرة قبل ما تشتري أي منتج، واللي ملوش لازمة ما تجيبوش خالص. وهنجهز مع بعض وانتظروا فرع المفروشات إن شاء الله بإذن الله. هيبقى في حاجات حلوة جدا، هيبقى في باقات جميلة جدا على مسؤوليتي. دمتم بكل خير، دمتم عيلتي الكبيرة.